علاقة بكاموش مهاجم الأهلي الفذ طبعًا، اللي أنا مش عارف الأهلي جابه منين ده، ولكن يعني خلّينا نقول درس كاموش. طيب ليه درس كاموش؟ لإنّك أنت كان معروض عليك لعيبة وباظت، صفقات باظت بسبب الفلوس. يعني إبراهيم دياباتي كان عايز راتب كبير، راح أسبانيا بعد كده بس ما قدرتش تجيبه في الآخر. في أكتر من لعيب تاني ما قدرتش تجيبه، نزير أبو علي اللي هو الفيرود الجزائري ده فيرود كويس جدًا، برضه بسبب الفلوس ما قدرتش تجيبه. فيعني أنت ما كنتش عارف تتفاوض صح، فبالتالي لمّا الوقت الضايع جه، جِبت أي حد وجالك كاموش، فبالتالي ده درس، درس بإيه، درس بإن أنت لازم تكون على دراية بإنك محتاج إيه، محتاج forward جامد والّا محتاج forward بديل والّا محتاج إن أنت تسد خانة، أنت محتاج forward جامد صح والّا لأ؟ فيا إما كنت تدفع فلوس forward جامد يا إما ما كنتش تجيب forward أجنبي. مش دولارات هي بتترمي على الأرض وخلاص، كنت تكمل الموسم عادي بمروان وتكمل بشريف وعادي ممكن بن شرقي يلعب فيرود، طاهر بيلعب فيرود، يعني هتمشي يعني. فبالتالي يعني فأنت رُحت جبت أي حد، فلبست $1,000,000 تقريبًا بفلوس راتب الواد والفلوس اللي أخدها النادي النرويجي تروموسو النرويجي. فده درس يعني، أنت بتتفاوض غلط أصلًا، ومش عارف تتفاوض، وده عشان خاطر الأهلي ما عندوش لا لجنة تعاقدات ولا إدارة تعاقدات، كله داخل في بعضه يعني، تحس إن قرارات كده بتتاخد من فرد أو 2 بس، هو مش تحس هو ده اللي بيحصل يعني، ما فيش كده إدارة بشكل عام، يعني والله الموضوع ده كان أيام أمير توفيق كان منظم أكتر من كده يعني، لكن دلوقتي لأ، دلوقتي القرار في إيد واحد والّا 2 وبنجيب أي حد، أي حد نثق فيه بيقول لنا اللعيب ده كويس فبنروح نجيبه خلاص. يعني أي كلام، أي كلام فعلًا. يالّا عامةً بالتوفيق إن شاء الله للأهلي الفريق في الفترة اللي جاية، ويا رب كاموش يطلّع قماش يعني، لكن ما أعتقدش ده هيحصل خالص. أشوفكم في فيديو جديد إن شاء الله، السلام عليكم.